أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الصديق كلمة جميلة تحبها جميعا ونحتاجها جميعا. قد تختلف مقاصد الأصدقاء في حياتي، لكني أتحدث عن ذاك الصديق الذي يحبك لأجل الحب، يحبك في الله ولله، يحبك لأنه يرى فيك الصلاح، يحبك لأنه يريد أن يكون صديقا لك في درب خير، يحثك على خير ويريد أن يرافق في درب خير. إن رأى منك خير شد على يديك، وإن رأى منك زلل نصحك وقومك بأجمل أسلوب. صديقي، شكرا لوجودك في حياتي، شكرا إلهي أن أنعمت علينا.